في حرب شغالة حوالينا، بس من غير دم أو أسلحة. حرب بيزنس، حروب بين الشركات، كل واحدة بتحاول إنها تثبت إن هي الأقوى والأحسن والأذكى. الحرب دي اسمها حرب التسويق، معركة أفكار وشعارات وإعلانات اللي كتير منها أحيانا بيضرب تحت الحزام. كل شركة بتحاول إن هي تكسب مكان جوه دماغك وجوه قلبك. منافسة شرسة، إعلانات نارية، تكتيكات ذكية، هدفها واحد: إنك تختار المنتج بتاعهم وإنهم يقدروا ياخدوا شريحة أكبر في السوق. في الفيديو ده هنشوف إزاي الشركات بتلعب اللعبة دي، وإزاي إحنا كمستهلكين بنكون أدوات في الحرب دي حتى من غير ما نحس. ننزل بقى لأرض المعركة. أكبر حرب تسويق شهيرة في العالم بين بيبسي وكوكا كولا. 100 سنة من الحرب والمنافسة والصراع. مين هو الملك الحقيقي للمشروبات الغازية؟ لو سألت أي حد في الشارع إيه هو مشروب الكولا المفضل بالنسبة لك، هتلاقي إن معظم الردود بتنحصر ما بين بيبسي وكوكا كولا، ده قبل المقاطعة طبعا. كوكا كولا اتأسست سنة 1886، والفترة طويلة كانت متربعة على العرش بدون أي منافسة تقريبا. لكن في سنة 1898 اتولدت بيبسي. أكبر مظاهر الحرب الحقيقية اللي بينهم كانت في القرن العشرين. في التسعينات بيبسي عملت حملة جريئة جدا، ده بيبسي تشالنج. كانت بتخلي الناس يدوقوا مشروبين في أكواب بدون أي شعار ويسألوهم مين أحلى، وكان كتير منهم بيختار بيبسي. بيبسي بذكاء كانت بتصور رد فعل الناس وعملت إعلان قالت فيه بيبسي ألذ، ودي كانت أول حملة تهز صورة كوكاكولا فعلا. في أمثلة كتير قوي لإعلانات بتعبر عن الصراع ما بينهم، زي مثلا الإعلان اللي فيه ولد بيروح ثلاجة كوكاكولا يجيب 2 كان وياخدهم ويروح للماشين بتاعة بيبسي يحطهم ويقف عليهم عشان يطول ويقدر يشتري كان بيبسي. وإعلان تاني بيبسي نزلته في عيد الهالوين، كان في تصميم لكان بيبسي لابسة عباية حمراء بتمثل كوكاكولا يعني، ومكتوب تحتيها أتمنى لكم عيد هالوين مرعب. لكن كوكاكولا بترد عليها بسرعة وذكاء باستخدام نفس التصميم ونفس الصورة اللي في الإعلان، بس المرة دي تحت عبارة كل واحد عايز يبقى بطل. يعني بيبسي بيحاول يبقى بطل عن طريق شهرة كوكاكولا. العبرة اللي ممكن ناخدها من الحرب اللي بينهم إن الريادة مش دايما بالأسبقية. كوكاكولا بدأت قبل بيبسي بكتير، ولكن بيبسي قدرت توصل للناس وكسرت هيبة العملاق. إنك تعرف جمهورك كويس وتخاطبه بلغته. كوكاكولا دايما بتركز على العيلة واللمة والأصالة، لكن بيبسي بتلعب على تمرد الشباب والنجوم وحب التغيير. حرب كمان مشهورة لكن المرة دي من أكبر ميادين التكنولوجيا والأناقة، أبل وسامسونج. أنت تعرف إن في البداية كانت سامسونج شريك لأبل؟ والله، كانت بتصنع لها شاشات ومعالجات. لكن في سنة 2010 سامسونج قالت أنا ليه ما أعملش موبايل زي آيفون، فظهر أول موبايل من سامسونج بيحاكي شكل وتصميم الآيفون، وهو السامسونج جالاكسي فئة اس. أبل رفعت قضية وابتدت الحرب. في 2012 أبل كسبت القضية والمحكمة حكمت إن سامسونج تدفع أكتر من مليار دولار، لكن سامسونج استأنفت الحكم والقضية استمرت سنين. كانوا بيتخانقوا على كل حاجة: التصميم، الزوايا، شكل الأيقونات، حتى طريقة الفتح والسحب. في الإعلانات كانت سامسونج غالبا بتضرب تحت الحزام. في إعلان لسامسونج جابت فيه طابور طويل مستني يشتري الآيفون، يعدي عليهم واحد معاه جالاكسي وبيقول بتهكم انتوا لسه مستنيين، انا معايا اكتر منه في جيبي، وبيظهر على الشاشه كلمه the next big thing is already here، يعني اللي انتوا مستنيينه موجود بالفعل دلوقتي. كان بينهم حروب كبيره مين يسبق في ابتكار حاجات مبهره. في 2018 انتهت القضايا بينهم وتصالحوا، بس الحرب في السوق لسه مولعه لحد دلوقتي. كل واحد منهم عنده جمهوره المخلص. ابل الاناقه والبرستيج والحمايه والخصوصيه، سامسونج التقنيات المتقدمة والشاشات الخرافية والشحن السريع. العبرة والدروس من الحرب اللي بينهم لأن مش دايما اللي عنده مميزات أكتر هو اللي بيكسب. سامسونج كانت دايما بتلعب ورقة إحنا عندنا أكتر، لكن الناس مش بتشتري مواصفاته بس، الناس بتشتري الإحساس والشعور. لأن الهجوم مش دايما بيوصل لنتيجة.
سامسونج كانت كتير بتهاجم ابل في اعلاناتها، وغالبا ابل كانت بتسيب منتجها هو اللي يرد. فمش كل خناقه لازم تدخل فيها، احيانا بيكون الصمت اقوى من الرد. ان هويه البراند اهم من اي ميزه مؤقته. ابل دايما محافظه على شخصيتها، الاناقه والبرستيج والتكامل. التسويق مش بس اعلان. اللي بيخلي حد يسيب ابل مش اعلان سامسونج، واللي بيخلي حد تاني يشتري الايفون رغم سعره العالي مش بس المواصفات. التسويق الحقيقي هو اللي بيلعب على الشعور والاحساس، مش اللي بيندهلك بصوت عالي. الحرب بين ماكدونالدز وبرجر كينج. ماك هو العملاق اللي موجود في كل مكان وفي كل شارع. برجر كينج ده بقى البراند الشقي اللي بيحاول ياخد نصيب من الكعكة وبيقول بصوت عالي أنا قوي ومش بخاف. في سنة 2018 برجر كينج عملت حركة عبقرية. لو انت فتحت تطبيق برجر كينج وانت في أي لوكيشن قريب من فروع ماك، بيظهر لك عرض ساندوتش ووبر سنت واحد بس. اسم الحملة دي كان ووبر ديتور، يعني لفة حوالين المنافس. تكون رايح ماكدونالدز وبعد ما توصل تغير طريقك عشان تروح لبرجر كينج، يعني بتاخد العميل بتاعه من جوه بيته. برجر كينج هنا بتقولك انك ممكن تسرق الاضواء حتى لو انت مش اقوى واحد، وان الابداع هيخلي الناس تتكلم عنك حتى لو مش بيشتروا منك. حروب عالم السيارات. في 2009 في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا، أودي حطت بيلبورد كبيرة كإعلان عن سيارتها الجديدة الأودي A4، وبتظهرها كسيارة رياضية ذكية وعندها حضور، وكتبوا عليها Your Move BMW، أو دورك يا BMW. يعني بتتحدى BMW علنيا إنها تقدر ترد عليها. BMW مضيعتش وقت وعلقت جنبها إعلان عملاق عن BMW M3 كوبي، وكتبت تحتها تشيك ميت أو كش ملك، يعني اللعبة خلصت وانت خسرت. الإعلانين مع بعض بقوا ترند عالمي، وناس كتيرة كانت بتروح مخصوص بس عشان تتصور قدامهم. في سنة 2016 احتفلت BMW بمرور 100 سنة على تأسيسها، فمرسيدس بنز حبت تهنيها وتعكنن عليها في نفس الوقت، وعملت إعلان فيه الجملة دي: Thank you for 100 years of competition. The previous 30 years were a bit dull. يعني شكرا جدا على 100 سنة من المنافسة، لأن ال 30 سنة اللي قبلها كانوا مملين جدا. بتقولها يعني إننا الأصل، وإننا فضلنا لمدة 30 سنة بدون أي منافس. إعلان كده فيه شوية استعلاء بس بشياكة. عندنا في مصر حروب التسويق موجودة برضه. شبكات الاتصالات كل واحدة فيهم بتحاول تثبت إنها الشبكة الأقوى والأسرع والأوسع في التغطية واللي عندها عروض أكتر، ومفيش مانع يعني إن هي تلاقي على المنافسين. أمازون ولوميا ونون، مين فيهم الأسرع في التوصيل واللي عنده خصومات أكتر؟ اللي يقول لك الأوفر عندنا واللي يقول لك مش كل الخصومات زي بعض. برسيل وريال وفيري وبريل كلها إعلانات مليانة مقارنة مبطنة. خلاصة الكلام، حرب التسويق مش بس حرب شركات، دي معركة على انتباهك وثقتك وولائك. كل إعلان وراه خطة ذكية عايزة توصل لك رسالة. العلامة التجارية اللي تقدر تفهم جمهورها وتلمس مشاعره وتبني علاقة متينة معاه هي اللي تكسب الحرب في الآخر، حتى لو مش هي الأكبر والأغلى. المهم إنك تفهم إنك لازم تخلي المنافسة حافز. في النهاية، لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشارك الفيديو مع صاحبك اللي شغال في الماركتينج أو اللي عنده بيزنس بتاعه. خليه يعرف إنه عشان يقدر يستمر في السوق محتاج عقلية محارب لكن لابس بدلة، وسلاحه الإبداع مش درع وسيف. وبس كده، ونتقابل قريب إن شاء الله.